السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله راكم كامل بخير أخواتي. جيت نشارك معاكم وصفة البقلاوة. لهنا هذا هو الكيل اللي راح نكيل به جميع المقادير. لهنا ندير الكيل تاع لافارين، ندير لهنا ندير 3 والرابع نديرو نص فرينة ونص مايزينا. مهم نغربل كامل النواشف مع بعض. نضيف مغيرفة تاع لافاني ونضيف قرصة تاع ملح باه ما تجيناش لاباط مسوس. مهم كلشي يفوت في الصفاية باه من بعد ما تجيناش كتل في لاباط تغبنا كي نولو نحلو فيها. بعد اللي ذوبت السمن والزبدة ندير نص بنص كما راكم تشوفوا نعمرها مليح ونضيفها. نضيف هنا حبة بيض ونمزج جميع المكونات اللي هنا مع بعض. لازم تمحروهم مليح مليح بين يديكم باه يمتزجوا جميع المكونات هنايا مع بعض. واللي عندها البيتخا اكيد البيتخا راح يسهل عليها هنايا تستعمل الكا. انا لهنايا غير في جهه التصوير استعملت لهنا يدي. نفس الكيله اللي كيلت بها درت نص مزهر ونص ما يكون دافي، قلت لكم باه ما تشكلكمش الكتل في لاباط من بعد باه ما تغبنكمش كي تولوا تفتحوا فيها. نجي لهنا للتشكيل درت لهنايا 5 من تحت و6 من الفوق. كيما هكا تجينا فايتي من الفوق حاجة مليحة. من بعد نجي لهنايا نخبيهم، نعقل على تاع اللي راح نديرهم بالفوق واللي راح نديرهم من تحت ونغطيهم بالسيلوفان. انا هنايا بيتها في الفريجيدير. نجو هنا للحشو درت 3 كيلات بهذا الكيل ودرت نص كيلة تاع سكر. شوفوا انا هنايا جاتني شويه كيله ما نصفتهاش لان عاودت عدلتها. ونضيف ندير شويه قرفه وشويه تاع لافاني وشويه تاع ندير مغرف تاع الزبده ولا سمن. هذه هي ونخلطهم ونجيب المزهر ونبدا نرش فيها. بعد اللي بيتها ليله كامله ارتاحت في الفريجيدير نجي لهنا نشكل عفوا الطبقات اللي من تحت نحطهم وحدهم اللي يجوا من الفوق من بعد تشوفوا كيف فتحتهم وحدهم. مهم ندير بيناتهم المايزينا. نبداو من الوسط ونبداو نفتحوا باش تجينا سهله. كي نفتحوها كامل نولي ندير في الطبق كل طبقه نرفدها وحدها وندير بيناتهم. انا راني مخلطه بين السمن والزبده. نبدا ندير بين الطبقات. الطبقه الاخيره ما نديرش فيها لهنا نضيف الحشو ونقعد نعدل فيه مليح بيدي باه ما يجيش في الوسط خشين وعلى لي كوتي يجي رقيق. الطبقات اللي يجوا من الفوق انا نحب نفتح كل طبقه وحدها هكا باه يجوا الطبقات كاملين ويسهلوا علينا المهمه. هنا نعدلوا الطبقه الاخيره باه يجي الوجه تاع البقلاوه متحوف ومن بعد نخلوها ترتاح واحد ربع ساعه باه ندير هذه الطريقه. نقص الاطراف هنايا باسكو باه ما تتكمشلناش لاباط. نجيبو هنا هذا الطابع اللي يساعدكم بزاف في الحبات ويجو حبه واحده. ونجيبو لهنايا يكون موس ماضي مليح باه يساعدكم. انا استعملت هنا الموس تاع الفاكهه.
اللي وصلت هنا حبيباتي نقول لها ما تنسيش تضغطي على زر الجيم فضلا وليس امرا، واللي مش مشتركه نقول لها مرحبا بك حبيبتي. ومن بعد ندير كيما هكا بالموس باه الحبات تاع اللوز كي نديرهم ما يطيروليش من بعد كي نعسل. نجو للمرحلة الأخيرة اللي هنا دائما السمن ومارغرين نخلطهم مع بعض ونضيفهم كامل الحشوبات تجينا فايتي. وما تنساوش لازم تقعد ترتاح على الأقل نص ساعة قبل ما نطيبها. وقبل ما نطيبها نشعلها الفور، أنا عندي فور السعادة، نشعلها من التحت ونشعلها من الفوق. كي يسخن مليح نعاود ندخلها ونهفتلها من التحت ونطلعها كامل الفوق، والفوق نطفي عليها ونبقى ندور باه هذا فور السعادة باه طيب كامل لي كوتي كيف كيف. دوك نهبطها لتحت ونشعلها من الفوق. ها هي بعد لي شعلت لها هبطها هنايا كامل تحت وشعلت لها من الفوق راح الفراش. شوفوا النار كي هافته، هذا فول السعاده. وخطره ندورو هكا باه تحمر لي كاع على وجه واحد. هنا كنت مع التعب كنت قريب ونسيتها، الحمد لله سلكت على خير. شويه برك دات غير شويه حموريه بصح الحمد لله ما تحرقتليش. الا جبت لها لنا العسل جبت لها هذا وزدت نص شربت لي تجيبه تجيني كيما كطريه. لازم تبات في البلاط تاعها ليله كامله. من بعد من الغدوه هذاك قطعتها شوفوا كيف جات بسم الله ما شاء الله الحمد لله. هذه هي الوصفة حبيباتي. هنا نقول لكم وصلنا لآخر الفيديو. اللي يعجبها الفيديو دير لنا جيم او كومونتير شباب، واللي مش مشتركة مرحبا بها. نقول لكم نخليكم ودمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.